عاملين يا جدعان بيتر كله كده افتح جديد ما بين كل السنين والقرون. ربنا اختارنا ان احنا نحضر الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده. طبعا مع كل زمان في جيل جديد بيطلع، وبيبقى في كل جيل كده فئه هم الروشين اللي في الزمن ده. يعني الجيل اللي فات مثلا الروش كان اللي هو يبقى فاتح القميص وعنده شعر سد، يخش على اي حد يقول له هنصيع فين النهارده يا مان، عايز يشوط واحده يقول لها الشقه فاضيه وماما راضيه. حاجات كده لو بصيت عليها من منظورك دلوقتي هتقول ايه العبط دوت وهتحس بكرنج كده، بس لو كنت بصيت عليها في الزمن بتاعهم كنت قلت يا ريتني كنت في الشله الروشه دي. النهارده انا جايب لكم اروش ناس في الجيل ده، جيل الزد، وانا متاكد عبر الاجيال الجايه مفيش جيل هيطلع اسوأ من اللي احنا فيه دلوقتي ده. اول روش معانا بودة وشلته. اخلعوا مني عشان مجنون ولا اديله نافذ. العيال ده يا جدعان ما عندهمش مشكله يتجبسوا مرتين في الاسبوع لاجل بس ان الفيديو يطلع حلو وترند. ما تفكروش ان هم بيعملوا كده الفيديو مره واحده وخلاص، لا بيعيدوا الضربه اكتر من مره، ولا يجي يفشخ ظهر صاحبه اكتر من مره لغايه ما يحس ان ده احسن شكل للفيديو. المشكله ان هم مش متضايقين من كده عادي. يعني هو كاتب في الفيديو بودة اداني نفس بجد، اللي هو ما كانش متفق مع بودة يديله نفس الدرجات دي. يعني اتفقنا يا بودة تديني بس مش الدرجات دي. بقول لك ايه، لو ملاحظين الولد جسمه راح بعد كده راسه لحقته، وموقفين واحد صاحبهم تاني عشان يمسكه لانهم مصورين على السطح. عارفين الولد ده لو كان بيورث مثلا او ساهي كان زمان صاحبه واعمل على السطح عادي، وكده مش فارق معاهم، كانوا هيجيبوا حد غيره يضربوه يعني فعادي. وبودة مكمل راسه ولا كانه لسه موت صاحبه من شويه. اي انسان في قلبه بتتعلم انت ليه دايما بتنضرب يا ابني؟ ما في عيال كتير، انت ليه بتاخد الضرب كله لوحدك؟ فين يا جدعان الواد المهمش اللي في الشله ده اللي مربوط الجزمه وانتوا ماشيين في السكه كده بيرفع راسه ويلاقيكم مشيتوا خلاص وسبتوه؟ اللي هو في اي حته بيمشي كده تلاقي شله بنات بيبصوا عليه بيقولوا انا خايف عليه من الدنيا. هو الواد ده بقى. كمان انا مش فاهم هو ليه في واحد منهم بيقول لهم هو ده بعد اللي حصل ده. هو ده ايه يا اسطى؟ كنت مش طايقه وحسيت ان دي ضربه القاضيه وهتخلص عليه ومش هتشوفه تاني فقلت هو ده. بصوا يا جدعان انا عارف ان انتم مش حاسين بالموضوع كويس، انا هوريكم فيديو ليهم وهم بيعملوا الهبل اللي هم بيعملوه دوت، وتخيلوا اي ساوند غير الساوند اللي هم حاطينه على الفيديو. بصوا عليهم كويس كده وهتحسوا. احلى عريس. طب ناس العيشة عملت من احلى حشيشة، اعصابي واقفة معاكوا على الريشة فبلاش تتحطوا. تمام اعتقد كده حسيت. خش بقى على الراجل اللي علم بنات الجين زي ازاي يحافظوا على نفسهم، الراجل الشهم ابن الاسير. بص يا بطه حبيبتي، لنفترض ان دي صورتك، انا عارف انك اجمل من كده بس تحمليني شويه. لما تكوني مصاحبه واحد وتبعتي له الصوره ديت ظهور لمره واحده بس، لو هو عاوز ياخدها هياخدها بكل بساطه عن طريق ان هو هيجيب تليفون تاني وهيصور الصوره زي ما هوري لحضرتك دلوقتي، وكده بقت الصوره معاه. زي ما احنا شايفين ابن الاسير جايب صوره روبانزل وبيعتذر للبنت اللي بتتفرج عليها عشان عارف انها احلى منها، وبيقول للبنت اللي بتتفرج يا بطه يا حبيبتي. كلمه بطه دي لوحدها كفيله انها تخلي البنت تجري من اول الفيديو. كلمه مرعبه. المشكله ان هو ممكن يكون كلامه صح فعلا في الفيديو بس هو اسلوبه مرعب. فلذلك يا مانجا لو مرتبطه او مخطوبه وقررتي ترتكبي الذنب دوت، يبقى تبعتي الحاجه دي لشخص انت بتثقي فيه 100% وانه مش هيستخدم الحاجات دي ضدك في المستقبل. يا اسطى غير المصطلحات دي. مانجا ايه يا اسطى؟ ربنا يكون في عون اي بنت شافت الفيديو والله. ازيك؟ ما ينفعش يا بنوته يا جميله بما ان العيد داخل علينا كل سنه وانتم طيبين تروحي لراجل يرسم لك وشم على صدرك او وشم على التوته بتاعتك، لان الوشم حرام، وانك انت تتكشفي على راجل غريب لغير الضروره حرام. يعني مثلا هو مش طبيب وانت بتولدي فهو بيولدك مثلا. بلاش تاتوهات على الصدر والتوته يا بنات، مش لازم يعني، خلينا في الدراع الرقبه. ولازم قبل ما نعمل وشم عند اي حد نتاكد ان هو راجل بيقول يا مانجا ويا بطه ويورينا صوره روبانزل كده ويقول لنا ان احنا احلى منها. لو صاحبك عنده عاده انه يقعد على رجلك في المواصلات ما تقعدوش على رجلك وابعت له الفيديو ده. يعني حضرتك دخلت موقف مع واحد صاحبك لقيت فيه عربيه محمله ما فيهاش غير نفر واحد بس، ما تقولوش يا عم اطلع وانا هقعد على رجلك. يا ابني اللي انت بتعمله ده غلط. ما ينفعش انك انت يبقى عندك العاده ديت ان انت خلاص تستسهل يلا هقعد على رجلك. ما هو ما ينفعش تقعد على رجل اي حد كده. ابن الاسير ده حرفيا مثال لسوء النيه. ما تخلي يا عم صاحبي يا عم يقعد على رجلي في المواصلات، مفيش مكان يا عم. انت بتقطع الارزاق ليه؟ افرض صاحبي شاف الفيديو بتاعك دلوقتي هيبطل يقعد على رجلي في المواصلات يا اسطى. هو يا عم بيرتاح في القعده دي. بص يا بطه يا جميله، اي ولد تكلميه يقول لك انا نفسي اشوفك لما بابا وماما ينزلوا من عندك في البيت، كلميني عشان اجي اقعد معاكي،
اوعي تكلميه او تدخليه البيت لانه عاوز ينام معاكي. وما تجيش تقولي لي اصل هو هيكون محترم ومؤدب، انا عارفاه، يعني مفيش حد هيشوف الجمال دوت كله وهيبقى قاعد محترم ومؤدب يعني. انت مخيف قوي يا استاذ ياسين، انا متاكد ان هو شاط كميه نسوان تلاتينيه من فيديوهات مش طبيعيه. معانا بقى مصطفى نجم. في الفيديو ده تعالوا نجهز مع بعض عشان عندي كلاينتس في العين السخنة، فخليني اوريكم باخد معايا ايه في السفر وازاي باخد كل حاجة وفي نفس الوقت بكون خفيف. اول باج وهي الباك باك دي، ودي باخد فيها معظم الميك اب بتاعي. كل حاجة بتكون في الاورجنايزرز دي بتكون كومباكتد ومترتبة علشان كل حاجة اكون شايفها، وده كده بيبقى منظر الشنطة لما بقفلها. زي ما احنا شايفين واضح ان مصطفى شغال فتات ليه، عنده كلاينتس في العين السخنه، واضح يعني ان الكلاينتس مستعجلين، ومع ذلك مصطفى واخد راحته لان كده كده الكلاينتس هم اللي محتاجين. طبعا بشيل اي فرش مش نظيفة، ولو في اي حاجة محتاجة تتنضف وتتعقم اكيد بنضفها وبعقمها قبل ما بروح للكلاينتس بتوعي. برتب الحاجة وبحط في الجيب ده السكين كير والسيتنج سبرايز، وهنا بحط لاش. برضه مصطفى بيهتم بالنظافه عشان ما يطفش الكلاينت بتاعه، فواضح انه مجتهد يعني. كنت عامل فيديو قبل كده يا جدعان الرجاله اللي شغاله ميك اب ارتست، ولو ملاحظين ان اي حد بيشتغل شغلانه الميك اب ارتست ديت فهم كلهم شبه بعض. الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم ان الكلاينتس مختلفين بس على حسب ذوقك بقى، فحل سعودي بقى، مصري ايده مشققه من شغال في الحداده. في الفيديو ده هقولك على الكونسيلرز اللي ما بطلعهمش خالص من بره شنطة الميك اب بتاعتي. دي اكتر كونسيلرز انا بحب استعملها لو هعمل كوركشن تحت العين، هعمل كوركشن لاي منطقة في الوش. الكونسيلرز بتوع هدى بيوتي بحبهم جدا استعملهم تحت العين لان هم بيعملوا كوركت لاي دارك سيركلز تحت العين. لو خدتوا بالكم برضه يا جدعان مصطفى تحسه مش بني ادم، هو تقريبا روبوت يعني. ممكن نحطه مع ايلون ماسك ومارك، بصوا على عينه وهو بيتكلم. هم بيعملوا كوركت لاي دارك سيركلز تحت العين. في حاجه غلط، عينه عماله ترعش كده بشكل مش طبيعي. ولما موقعي هذا باكد لكم ان الرجاله الميك اب ارتست مش حقيقيين وجايين ياثروا على الجيل الجديد. الفيديو ده انا اكتشفت اكتشاف كل الميك اب ارتستس لو عرفوه اللي بيتفرجوا عليا هيجروا ويجيبوه، لان الصراحه هو اكتشاف انا شخصيا من بعد ما اكتشفته انا حياتي كميك اب ارتست احسن بكتير. على قد ما بشكل يومي بتسأل عن حاجات كتير جدا عن الميك اب، على قد ما بتسأل عن الاضاءه وبصور بايه. يا جدعان بجد انا عندي سؤال، الناس دي مش بتحس بحاجه في النص اللي هم بيعملوه ده؟ يعني مثلا مصطفى او غيره لما يجي ينام بالليل كده على السرير مش بيجيله لحظه ادراك على اللي هو بيعمله ده؟ يعني هو نايم كده مش بيحس ان هو هيخش النار بسبب ان عنده كلاينتس في عين السخنه؟ وانا مش بهبد والله، النوع ده ربنا لعنه، عشان بس المحنكين اللي هيكتبوا في الكومنتات قلت ربنا عشان تعرف. لا يا حبيبي، لو ماتوا على الكلاينتس في العين السخنه هيخشوا النار. طيب بقالنا كتير بنتكلم عن عيال رايحين في داهيه، نتكلم بقى عن قشطايه الجيل، سكره الجيل. المثقف الوحيد اللي هينقذ الجيل دوت بعد كده هو مودي. حاجات يا رب تتلغي في الروايات بارت 3. اول حاجه واللي انا بجد بكرهها قوي لما يبقى اسمها ملاك او حور او غزل، وتبقى ايه بقى بشرتها بياض ناصع وعيونها كالبحر وشعرها كالشمس ودانها كالدبان. بجد بيستفزني قوي الموضوع ده، بيستفزني جدا. تاني حاجه واللي بجد بتفرسني لما يكون بصوا يا جدعان بيقول بتفرسني ازاي. تاني حاجه واللي بجد بتفرسني دي حاجات يا رب تتلغي من الروايات عشان بتفرس مودي. لو البطله بشرتها بياض ناصع ودانها كالدبان فمودي هيتفرس ليه بقى؟ اكيد مش عشان كده البنات وان مودي متضايق ان البطل احلى منه، بس هو ليه اسبابه الخاصه يعني. حاجات يا رب تتلغي من الروايات بارت 7. اول حاجه هو البطله اللي دايما بتشتكي انا جعانه، انا زعلانه، انا مش طفشانه، انا الدنيا جايه عليا. احنا برضو الدنيا جايه علينا ودايسه على وشنا، فعشان كده جايين نقرا مش جايين يتنكد علينا. تاني حاجه هو الشخصيتين اللي بيظهروا في اول الروايه مع الابطال ثانيه ونلاقيهم في اخر الروايه متجوزين ومخلفين ايوه فعلا انا بتعصب من الحوار ده. هي البطله متهوره ولا احنا اللي غلطانين يا مود؟ مش يمكن البطله ريسكي شويه، بتحب التهور والاكشن، بس فعلا بتضايق وبتفرس قوي لما مش عايز اقول كلمه بتفرس ده يا جدعان. انا اخر مره يا جدعان كنت بحاول اعمل فيها مثقف يعني، كنت كل ما امشي في الشارع والمح كده حد بيبيع كتب يروح واقف كده وعامل نفسي مندمج معاه. كان لسه في كتاب طالع كده ومشهور يعني، فقريت منه صفحتين وما عرفتش اكمل وروحت كملت فرجه على افلام. تالت حاجه واللي بجد بتفرسني وبتشلني هو البطل اللي دايما عايش ما بيموتش، يقع من البلكونه عايش، تدوسه عربيه عايش، ماسك في الدنيا بايديه واسنانه. ايه ده؟ في ايه؟ ما تموت يا جدع، مش عايز تقابل رب كريم. ودي على فكره في شعرايه باينه، نلبس عدل لما نلبسش، احنا مش بنهزر في الحاجات ده يا جدعان. وكمان هو ايه اللي وراك ده يا اخويا؟ دي ملفات جزيره مستين دي. بطلات الروايات دول اتقدموا لي، يا ترى هقبل ولا لا؟ روبي لا، من قبل ما اكمل اسمها دي بتحب واحد خاطفها، يعني انا لو نزلت تجيب طلبات البيت وحد قال لها اجيب لك شوكولاته هتحبه. لا طبعا. فريده متخلفه وغبيه غباء التنين حرفيا. هاجر عشان تسممني في الاكل صح؟ اكيد لا، مستحيل. يعني ممكن تموتني عشان تاخد فلوسي بس.
سرابي مستحيل مستحيل دي راحت تحب واحد تاني وتتجوز غير. ان شاء الله تلاقي بنت الحلال اللي تقدم لك الموت وتخليك تبطل تقرا. حلو عليك كده يا ابني، انت عسل قوي والله. طبعا يا جدعان نكون كده قفلنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخش سيرفر ديسكورد. بس كده، سلام. طلعوا مني عشان مجنون ولا اديله نافذ.